بما اني من محبين اللاتيه فتعالوا اقول لكم انا بعمله ازاي، وبما اني لسه جايبه فرنش بريس جديده فتعالوا نعمل ريفيو سريع كده عنها واقول لكم بنستخدمه ازاي. اول حاجه هو ده شكله لو لسه في حد ما يعرفوش، بيجي بالشكل ده كده، بيبقى عباره عن القطعتين دول، القطعه اللي بنحط فيها اللبن والقطعه اللي بنضربه بيها بالشكل ده كده. معايا هنا كوبايتين الاتنين فيهم انستنت كوفي. هحط على اول واحده لبن من غير ما نستخدم الفرنش بريس، وهقول لكم ايه الفرق بين اللبن العادي واللبن وهو مضروب في الفرنش بريس. هحط تقريبا نفس كمية اللبن في الفرنش بريس وهنضربها كده، بضربه حوالي من 50 ل60 ضغطة لحد ما القوام بتاعه كده يبقى كريمي واللبن يتضاعف عندي في الفرنش بريس، وبيعمل فوم طبعا بسيط قوي بالشكل ده كده. هحطه بقى على الانستنت كوفي عندي. بصوا تقريبا دي نفس كمية اللبن، بصوا اتضاعفت ازاي بسبب الفرنش بريس، غير ان القوام بتاعه بيبقى كريمي وكمان طعمه بيبقى احلى. انا ما اقدرش اتمزج بكوباية لاتيه كده غير وهي مضروب اللبن في الفرنش بريس. ده ريفيو بسيط كده عن استخدام الفرنش بريس. لو عجبكم الريفيو ما تنسوش الفولو.